الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من داخل محطة سكك حديد مصر. النهاردة بننقل لكم مدى التطور الكبير اللي شهدته المحطة في الفترة الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في اختيار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفريق كامل وزير، وتعيينه وزيرا للنقل والمواصلات في الفترة الأخيرة، اللي في خلال شهور قليلة قدرت وزارة النقل والمواصلات إن هي تتنقل نقلة تانية خالص. ما تيجي تشوف أبسط حاجة خالص، إحنا بنتكلم من أرض الواقع، ما بنجاملش حد وما بنطبلش لحد، بنتكلم من أرض الواقع. لما تيجي تبص على شكل محطة سكك حديد مصر، دي مش محطة عادية. انت تبص تقول ده فندق، تقول ده وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، تقول ده مقر جامعة الدول العربية، نظرا للتطوير والتحديث اللي شهدته وزارة النقل والمواصلات في المرحلة الأخيرة. وزارة النقل والمواصلات مش على قد المحطات، حدثت القطارات، حدثت العربات، حدثت كل حاجة. انت تيجي تركب القطر النهارده ما يقلش خالص عن قطارات اوروبا. كله النهارده التطوير والتحديث والتعديل شامل وزارة النقل والمواصلات، وخاصة المرفق الحيوي اللي بيخدم ملايين البشر في الدولة المصرية، وهو هيئة سكك حديد مصر اللي اتطورت تطور كبير. النظافة، الاهتمام، مفيش بعد كده. انت داخل محطة سكك حديد يا جماعة، ما انتش داخل محطة سكك حديد في مصر، ده محطة سكك حديد تفوق دول اوروبا، تفوق محطة سكك حديد برلين، تفوق باريس، تفوق لندن، تفوق كل محطات السكك الحديد. وده يرجع للدولة المصرية واهتمام الدولة المصرية والعمل على قدم وساق من أجل تطوير وتحديث الدولة المصرية. كل التوفيق للدولة المصرية وقيادات الدولة المصرية. إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله نرتقي بين الأمم، لأن شعبنا عظيم يستحق مننا أكتر من كده. الدولة المصرية بتعمل من أجل المواطن المصري البسيط. كل الشكر والتحية لحضراتكم، وألف شكر.